محمد صلاح يعود لصدارة محركات البحث والسوشيال ميديا كالعادة. طب يا ترى ايه هي الحكاية؟ تابعوا الفيديو ده للآخر معايا وانتوا هتعرفوا. الحكاية يا سيدي ان احنا صحينا فجأة من النوم لقينا جماهير ليفربول في جميع أنحاء العالم قلبين الدنيا على يورجن كلوب، والسبب انه امبارح في ماتش ليفربول ضد شيفيلد يونايتد في الدقيقة 67 البي قرر يخرج محمد صلاح، وهنا الجماهير ثارت على يورجن كلوب، خصوصا ان محمد صلاح كان فاضل له هدف واحد ويوصل للهدف رقم 150 في الدوري الانجليزي والهدف رقم 200 مع ليفربول في جميع المسابقات، علشان يجي في الاخر اللي اسمه يورجن كلوب ده ويخرجه، رغم ان ليفربول في الوقت ده كان متقدم بهدف. حاجه عجيبه يا اخي والله. جماهير السوشيال ميديا بقى ما سكتوش وقلبوا الدنيا على يورجن كلوب، وقالوا ان مسافه ما محمد صلاح بيخرج احنا بنقفل التلفزيون على طول. وكلام في سركم كده بيني وبينكم، بيقولوا والله أعلى وأعلم إن 3 مليون لاعب في الفانتسي قاموا باختيار محمد صلاح كقائد للفريق. واضح جدا إن خروج محمد صلاح بدون أي مساهمة هجومية وهم معينين القائد هيخسرهم نقط كتير، والله أعلم. واضح كمان كده إن ده السبب اللي خلى الجمهور يهاجم يورجن كلوب، لأن ببساطة كده الفريق كسبان. ليه بقى تطلع القائد بتاعنا من غير ما يساهم أي مساهمة؟ يا يورجن يا كلوب أنت، ولا أنت عاوز تخسرنا وخلاص؟ ما تنسوش تشتركوا في قناة مصر اليوم على يوتيوب وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل الأخبار أول بأول.